النهارده يا ادم هناخد درس جديد، اول درس في الترم الثاني للصف الثاني الابتدائي لغه عربيه، درس بعنوان لوحتي. كان الدرس الاول بعنوان ايه؟ لوحتي. الدرس بيتكلم عن، بيقول ايه؟ آسر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي، اقعد يا ابراهيم، يحب الرسم والتلوين لكنه خجول. آسر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي بيحب الرسم بس خجول، لا يحب أن يرى الناس لوحاته فهو يخاف ألا تعجبهم. في حصة الرسم رسم آسر بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. يبقى آسر رسم لوحة جميلة جدا، كان رسم بيت صغير وقدامه شجرة والشمس فوق المنزل. عندما شاهد معلمته تقترب منه خبأ لوحته. لما آسر شاف المعلمة جاية عليه يا ابني خبأ لوحته. خبأ ايه؟ لوحته. خبأ لوحته. فابتسمت المعلمة وقالت له: هل يمكنني أن أرى لوحتك يا آسر؟ أسلوب استفهام اهو، ماشي يا آدم؟ أسلوب استفهام. فبيقول إيه؟ بيقول هل يمكنني أن أرى لوحتك يا آسر؟ طيب، مد آسر يده ببطء، يعني خجول، فبيمد إيده كده ببطء، وأعطى اللوحة لمعلمته فنظرت إليها وقالت: أحسنت يا آسر. أسلوب نداء أهو، يا آسر أنت حقا موهوب، رسمك جميل. رسمك ايه؟ جميل، والألوان رائعة. اسمه عشان آخره تنوين، رائعة. ما رأيك أن تعرض اللوحة أمام زملائك إذا أردت؟ ده أسلوب استفهام. ما رأيك أن تعرض اللوحة أمام زملائك إذا أردت؟ يبقى عندنا آسر تلميذ خجول بيحب الرسم، لما رسم الرسمة بتاعته المعلمة قالت إيه؟ المعلمة قالت له وريني رسمتك يا آسر، بس هو كان منه خجول فكان مش عايز يوريها لها في الأول. لما شافت رسمته قالت له أنت موهوب حقا يا آسر. أنت موهوب حقا إيه يا آسر؟ طبعا وافق آسر وشاهد التلاميذ اللوحة فصفقوا جميعا وقالوا: لوحة رائعة يا آدم، لوحة رائعة. ابتسم آسر وقال: سأرسم غدا لوحة أجمل. الكلمة الطيبة شجعته كمان، لما قالت له لوحة رائعة ابتسم وقال: أنا هرسم أكتر من كده، وأرسم يعني رسومات جميلة جدا يا إبراهيم. خلاص؟ طيب.